أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. إصابة أمين حارث حزت في قلوبنا جميعا. نتمنى أن يعود أمين حارث إلى سالف نشاطه في أقرب الأوقات، ولا أقول لو كان هو مع المنتخب ستكون النتائج أفضل. ما يهمنا في هذه المرحلة هو صحة هذا اللاعب وعودته إلى الملاعب وتعافيه من الإصابة. كأس العالم هناك رجال آخرون سيمثلون المغرب، وأنا أتوقع أنهم سيمثلون المغرب أحسن تمثيل، والمغرب لديه لاعبي كرة قدم ممتازين يستطيعوا أن يعوضوا أمين حارث. كنت دائما أقول أن لمنتخب المغرب خيارات عديدة تقريبا في كل المراكز، هناك أكثر من لاعب. صحيح أن خسارة أمين حارث في المونديال ليست سهلة. إذن المهم في هذه الفترة تحديدا قبل انطلاق المونديال هو أن تتوحد جماهير منتخب المغرب وراء منتخب المغرب، وكذلك الجماهير العربية أيضا مطالبة بهذا، والابتعاد عن قول أن هذا يستحق أن يلعب لمنتخب المغرب وذاك لا يستحق أن يلعب. الآن حصل ما في الصدور، والامتحان أصبح قاب قوسين أو أدنى. لا يهمنا الآن من سيلعب، بل ما يهمنا هو كيف سنرفع من معنويات اللاعبين. هذا هو الأهم قبل المونديال. ياسين بونو اليوم قال أن منتخب المغرب يستطيع أن يذهب بعيدا، وأنا كذلك أقول أن منتخب المغرب يستطيع أن يذهب بعيدا أكثر من الدور الثاني. كل ما نتمناه هو أن تتحد الجماهير قبل انطلاق المونديال، وأن لا تفكر إلا في منتخب المغرب والمنتخبات العربية أيضا الأخرى المشاركة في المونديال. يجب أن نضع جميع خلافاتنا ونقف صفا واحدا